تعالي بسرعة، شعرك أو شعر بنتك ما بيجيش على الزيوت، وكل الناس تقول الزيت ده هايل للشعر وانتي تحطيه على شعرك بيقصف شعرك وينشفه. طب مهما ترطبي شعرك بمرطب يا توم تحطيه من هنا يطير من هنا. تعالي بقى الفيديو ده عشانك، وهقولك آخر الفيديو وصفة من الآخر. قلب حلو زي قلبك، ودوسي على علامة الحفظ، واوعي تنسيني بدعوة حلوة في الكومنت، وشير كتير على قد ما تقدري عشان المعلومة توصل للكل. تعالي هنا، اللي ما بتحبهاش ما تمنشنهاش. ايوه، الزيوت الطبيعيه هايله جدا للشعر ومغذيه، وبتقوي الشعر وبتقوي البصيلات وبتنبتها وبتطول الشعر، بتعمل كل الحاجات دي. بس اهم حاجه جوده الزيوت، وبعد كده النسب اللي بتعملي بيها البلند او التركيبه بتاعت الزيوت، وبعد كده طريقه الاستخدام بتاعت الزيوت. الزيوت ما بنستخدمهاش ابدا دهان على الشعر، الزيوت بنعملها حمام لبصيلات الشعر، وتقعد من ساعتين بحد اقصى 6 ساعات، وبعد كده تتغسل بالشامبو، بتكرريه مرتين بس في الاسبوع. انما لما بتدهني زيوت على شعرك حتى لو جودة الزيوت هايلة، ده بيسد المسام مع الاستخدام، فبيخلي شعرك فعليا بيديكي نتيجة حلوة في اللمعة والطريان اول ما بتحطي، لكن مع الوقت بتلاقي شعرك بيقصف ولونه بيبهت كمان. وربنا وقت الفيديو خلص، لو عايزة وصفة للتنعيم سيبي كومنت وهقولك كل التفاصيل.